السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم برامو للمعلوميات. المدرسة الملكية لمصالح الصحة العسكرية. كما وعدناكم في القناة ديالنا برامو معلوميات، تذكير بجميع المدارس والمعاهد بعد البكالوريا. بدينا أول شيء بالمدارس العسكرية، هضرنا على الأكاديمية العسكرية بمكناس وكذلك ضباط الصف ديال القوات المسلحة الملكية. بالنسبة للفيديو ديالنا اليوم هو المدرسة الملكية لمصالح الصحة العسكرية. إذا في هذا الفيديو غادي نهضروا على التكوينات اللي كاين في المدرسة، مدة ديال التكوين، عتبة الانتقاء والبكالوريا المطلوبة. بالنسبة للتكوين بالمدرسة الملكية لمصالح الصحة العسكرية تيكون على حساب كل تخصص. قبل ما نبداو في هذا الشيء نعرفوا أول شيء بالمدرسة الملكية لمصالح الصحة العسكرية. هذه المدرسة تقوم بتكوين ضباط أطباء وكذلك ضباط أطباء أسنان وكذلك ضباط أطباء صيادلة وضباط أطباء بيطريون بغرض الخدمة في صف القوات المسلحة اللي تياخذ فيها الطالب بعد ما تيجتاز هذا التكوين رتبة ملازم أول. بالنسبة للتخصص ديال أطباء بيطريون خاص يكون عندك ديبلوم ديال الأقسام التحضيرية ديال لابيزا جامعة الزراعة والبيطرة هي اللي يمكن لك دير التخصص. أما التخصصات بالبكالوريا كاين الطب العام لهذا التخصص لمدة ديال التكوين فيه 7 سنوات اللي تياخذ فيها الطالب على الدبلوم ديال ضابط طبيب. بالنسبة للتخصص الثاني اللي هو طب الأسنان لمدة ديال التكوين فيه 5 سنوات اللي تياخذ فيه الطالب بعد ما تيزداد مدة ديال التكوين 5 سنوات دبلوم ديال ضابط طبيب. اما بالنسبه للتخصص الثالث اللي هو الصيدله للمده ديال التكوين في هذا التخصص اللي هو 6 سنوات اللي تياخذ فيه الطالب دبلوم او دبلوم ممنوح للطالب هو ضابط صيدلي. بالنسبه للمركز ديال التكوين كاين في مدينه الرباط. بالنسبه للبكالوريا المطلوبه بكالوريا علوم تجريبيه اللي فيها البي سي والاس بي تي وعلوم زراعيه وكذلك بكالوريا علوم رياضيه للسنه الجاريه اي 2023. بالنسبة للطول المطلوب الذكور متر 65، بالنسبة للإناث متر 60. عتبة الانتقاء خاص يكون عند المترشح أو المترشحة اللي بغا يديروا المدرسة ديال الصحة العسكرية خاص يكون عنده معدل ميزة مستحسن على الأقل من طرف مترشح في الدورة العادية أي في الدورة العادية. بالنسبة للتسجيل غادي يكون إن شاء الله في شهر ماي. كما عودناكم في القناه ديالنا برامج معلوميات غادي لكم فيديو طريقه التسجيل وكذلك توضيح بكل التخصصات وكذلك بطريقه التسجيل من الالف للياء. هذا الشيء كامل غتلقاو في القناه ديالنا برامج معلوميات. وفي الاخير نتمنى التوفيق للجميع وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه ديالنا برامج معلوميات وبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.